إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين الموحدين، كم تشتاق القلوب لإدراك شهر القلوب، كم نشتاق جميعا لإدراك هذا الشهر الفضيل. وفقنا الله وإياكم لما فيه من الخير والعطاء الجزيل. 30 يوما و30 ليلة و30 سعادة. هنيئا لمن اغتنمها وفاز بها يا عباد الله. 30 يوما و30 ليلة و30 بشارة. فمن منا أدركها وبلغ منتهاها يا عباد الله. عدوا معي 30. إذا جاء رمضان جاء ركن عظيم من أركان الإسلام، ولن تتقربوا إلى الله بأعظم من تقربكم إليه فيما افترض عليكم، فاجتهدوا في تحقيق القيام بركن الدين. إذا جاء رمضان نادى مناد من عند الله: يا باغي الخير أقبل. فسهل علينا فعل الخير يا عباد الله. إذا جاء رمضان جاء ريح المسك الذي يحبه الله، فأعظم بقيمة خلوف فمك يا صائم عند الله يوم القيامة. إذا جاء رمضان انتشرت بيننا التفاطير الرمضانية، فيا فوز من ضم أجور الصائمين لمثل أجر صيامه. إذا جاء رمضان جاءت صلاة الله وملائكته على المتسحرين، فتأملوا أي سعادة نحن فيها، نأكل طعاما يصلي علينا به ربنا وملائكته في سمائه. إذا جاء رمضان سهل إطعام الطعام وصلة الأرحام ومتابعة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام، فأدرك المشتاقون إلى الجنة غرفا لا يرى ظاهرها من باطنها ولا باطنها من ظاهرها يا عباد الله. إذا جاء رمضان وكم نحن نشتاق لمجيئه. جاءت عمرة تعدل حجة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيا شوقاه لأجر الحج وثواب الحجيج. إذا جاء رمضان جاءت ليلة تعدل أجور 1000 شهر بل تزيد، فأين الباحثون عن الحسنات الكثيرة بتعب يسير. إذا جاء رمضان يا عباد الله تأكدت شعيرة الاعتكاف، فكم في القلب من لوعة وشوق للخلوة بالله وحلاوة مناجاته. إذا جاء رمضان يا عباد الله سهل علينا صوم السنة، متى ما أتبعناه ب6 من شوال، ففز يا عبد الله بعمر فوق عمرك يوم القيامة.
وإذا جاء رمضان تسابق الناس لإدراك ما بقي من أيامهم الخالية، فقيل لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة، ما زلت أحدثكم عن 30 بشارة إذا جاء شهر رمضان. وإذا جاء رمضان اعتق الله عتقاء كل ليلة، فكثر العتق من النار. أيها المذنبون الخائفون من عذاب جهنم، إذا جاء رمضان يا عباد الله غفر الله سبحانه وتعالى لمن صامه إيمانا واحتسابا، غنيمة باردة للباحثين عن المغفرة. غفر الله لمن قامه إيمانا واحتسابا، فرصة لا تعوض للباحثين عن المغفرة. غفر الله لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيا سعادة من بحث عن المغفرة فأدركها في رمضان، فيا سعادة من بحث عن المغفرة فأدركها في رمضان. أيها الإخوة الكرام، يا أصحاب الحوائج، وكم في نفوسنا من حاجات تشتاق لهذا الشهر الكريم، فإذا جاء رمضان استجاب الله الدعاء مع كل فطر، فهنيئا لأصحاب الحوائج إذا قضوها في رمضان. وإذا جاء رمضان جاءت ليلة تقسم فيها أرزاق السنة، فأين الباحثون عن فضل الله ورزقه؟ أيها الإخوة، ما زلت أحدثكم عن 30 بشارة إذا جاءت 30 ليلة و30 يوما من رمضان. فأما بشارتكم 19 فأعظم بها من بشارة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة كلها، فهنيئا لمن يبحث عن الدخول من أبواب الجنة 8. إذا جاء رمضان وعد الصائمون بالدخول من باب الريان، فإذا دخل الصائمون أغلق فلم يدخل بعدهم منه أحد. إذا جاء رمضان قربت من مرتبة الصديقية والشهداء إذا صمته وقمته، كما بشرك صلى الله عليه وسلم. إذا جاء رمضان يا عباد الله جاء الثواب الذي لا يعد ولا يقدر جزاؤه إلا الله، فأين الباحثون عن قول الله والصيام لي وأنا أجزي به؟ أين الذين يريدون ثواب لا ينقطع ولا يعد؟ أيها الإخوة، إذا أدركنا شهر رمضان قربت منا شفاعة الصيام. يوم منعنا من الطعام والشراب والشهوة بالنهار، فهنيئا لمن بلغ شفاعة الصوم يوم القيامة. وإذا جاء رمضان قربت منا شفاعة القرآن الذي هجرناه قبل رمضان، لمن منعه القرآن من النوم بالليل. ألا تحب أن يأتي القرآن ليشفع لك عند الله يوم القيامة؟ أيها المؤمنون عباد الله، متى أدركنا رمضان غلقت أبواب جهنم كلها، فأين الذين يخافون منا أن يقعوا في النار؟ هنيئا لكم، قد غلقها الله سبحانه. إذا جاء رمضان سهل علينا وعليكم الهروب من جهنم. تهرب من جهنم أكثر من 2000 سنة، بكل يوم تصومه تهرب 70 خريفا.
فأين الذين يخافون النار ويرجون الفرار والفكاك منها؟ إذا جاء رمضان أيها الإخوة جاء العطاء العظيم، صفدت الشياطين، فيا من أبكته شياطينه قبل رمضان فلتفرح يوم أن صفد الله شياطينك التي دعتك للمعصية. إذا جاء رمضان جاء المكفر العظيم للذنوب، فريضة صلاة تكفر ساعات، وجمعة تكفر أسبوع، ورمضان يكفر سنة. فيا شوقنا لرمضان وهنيئا لك وسعادة قلبك يا من تخلص من ذنوب وخطايا سنة كاملة. إذا جاء رمضان جاءت الجنة التي نعتصم بها من شرر النار، فأنى أن تدركك النار وقد احتميت بوقاية صوم رمضان. أيها الإخوة، والبشارة 30: إذا جاء رمضان جاءت فرحة تمام الصوم والتكبير مع العيد، لتفرح بعدها بفرحة لقاء الله، وقد رضي ربك عنك وأدخلك جنات المزيد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا تقواك في رمضان، اللهم اجعلنا ممن فاز بالعطايا الجسيمة والجوائز الكريمة منك يا رب العالمين في هذه المواسم العظيمة. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. كم تشتاق القلوب لك يا رمضان، كم في النفوس من لوعة وفي العيون من دمعة تحجرت تنتظر قدومك يا رمضان. كالنفس من حاجة وحاجة، وكم في أكفنا من ضراعة تتوسل إلى الله بكل أسباب الشفاعة تنتظر قدومك يا رمضان. لكن للأسف كان أناس من بيننا يشتاقون كما نشتاق إلى رمضان، أخذهم الله سبحانه وتعالى قبل إدراكه. فبلغنا يا ربنا رمضان في سلامة وإسلام وأمن وإيمان وتوفيق لما تحبه وترضاه. كم من إنسان يدرك شهر رمضان أيها الإخوة، لكنه للأسف يخسر فيه 15 خسارة حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من لم يدع قول الزور خسر صومه، من لم يدع قول الزور خسر صومه، من لم يدع العمل بالزور خسر صومه، من لم يدع الجهل والاعتداء على الخلق خسر صومه، من لم يترك الخنا خسر صومه، من لم يترك الكذب خسر صومه، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. من أفطر قبل تحلة صومه علق من عرقوبه مشققة أشداقه وله عواق في نار جهنم. من جامع في نهار رمضان وهو صائم احترق وهلك. فاحذروا الخسارة يا عباد الله،
احذروا الخسارة. من لم يقم ليلة بال الشيطان في أذنيه. من لم يقم ليلة القدر محروم، حرم الخير كله. من لم يقم الليل لم يصب خيرا عند الله. فاحذروا الخسارة يا عباد الله. من شبع وجاره جائع ليس بالمؤمن. من مد موائده وأغلق بابه ومنع الناس فضله منعه الله فضله يوم القيامة. ومن صام ولم يخرج زكاة الفطر لم يطهر صومه من اللغو والرفث. ومن أدرك رمضان فخرج رمضان ولم يغفر له أبعده الله. قل آمين يا محمد. قال قلت آمين. أيها المؤمنون عباد الله، شهركم شهر عظيم فرض ربي عليكم صيامه. قال ربي سبحانه: من شهد منكم الشهر فليصم. فالله الله 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 في تهيئة النفوس لإدراك شهر نرضي به الله الملك القدوس ونفوز فوز السعداء وننجو من خسارة الأشقياء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا صيامه وقيامه، اللهم وفقنا للقيام بحقوقه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أفرح قلوبهم في هذه الساعة بنور الخير والعطاء والكرم من جودك يا رب العالمين. اللهم عافنا والمسلمين، اللهم وانصر إخواننا المجاهدين، اللهم وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. ارفع عنا الغلاء وابعد عنا الوباء وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب الأرض والسماء. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الرب الغفور الشكور. اللهم لا تقطع عنا خيرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تحرمنا ذكرك ولا تنسينا شكرك ولا تجعل لنا وليا غيرك. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.